الجمعية الفلسفية، الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية. نثمن هذا الحضور، والآن الوقوف للنشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضور الكريم، سلام الله عليكم. نشكر كل من لبى هذه الدعوة لأجل هذه الندوة العلمية والفكرية التي تنظمها الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، هذا المولود الجديد الذي انضم إلى الفضاء الثقافي الجزائري. الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية هي جمعية وطنية تأسست في 7 نوفمبر 2012، والجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية فرع برج بوعريج تأسست في 7 جويلية 2013. هي جمعية ثقافية فكرية هدفها هو نشر وتشجيع الفكر الفلسفي النقدي في الحياة الثقافية الجزائرية، تدعيم الإبداع الفكري والفلسفي، التعريف بأعلام الفكر والفلسفة. إجمالاً نقول عن هذه الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية هدفها أن تكون لها كلمة في التاريخ، وحينها يجسد الانتماء لأهل العقل لا لأهل الدهر. الجمعية الفلسفية أو الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية تحاول في حدود ما يتاح لها من إمكانيات تنظيم ندوات وملتقيات فكرية علمية. الغرض منها هو تفعيل الفضاء الثقافي الجزائري من خلال استضافة المهتمين والباحثين المهتمين بالفكر والمهتمين بالثقافة، لأجل الخروج من هذا الركود والخروج من هذا السكون والخروج إن صح التعبير من التفكير بالوكالة، لأن نحن اليوم عندنا ما يسمى التفكير بالوكالة، ولذلك تحاول هذه الجمعية إخراج العقل من حالة القصور الذاتي بسبب الجبن والكسل، كما يقول الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. كما لا يفوتني أن أشكر مسؤول المركب الرياضي الثقافي الجواري الأستاذ توافق عبد الحق، الذي احتضن هذه الجمعية أو استضاف هذه الجمعية من أجل أن تقوم بهذه الفعالية الفكرية المرتبطة بهذه الندوة. كما لا يفوتني أن أشكر كل السلطات المحلية التي قدمت لنا
الإمكانيات التي تسمح بتفعيل هذا النشاط الثقافي. وشكرا موصولا لكل من ساهم في مساعدة هذه الجمعية من أجل التفعيل للثقافة وللفكر. نحن اليوم نروم ضيافة المفكر المشروع، وهو المفكر الجزائري المرحوم مالك بن نبي، الذي توفي في 31 أكتوبر 1973. هو مفكر جزائري أصيل مسكون بالهم الجزائري كما أنه مسكون بالهم الإسلامي. ولذلك مالك بن نبي هو الإنسان الذي يفكر في الأفق الإنساني، وهو الخصوصي الذي يفكر في الأفق الكوني، وهو جزائري كان صاحب كلمة وصاحب قلم حاول أن يواجه به الاستعمار أيام أن كان الاستعمار يعمل على وأد الكلمة. ومن ثمة مالك بن نبي رأى فيه الشباب المثقف آنذاك والذي كان معاصرا له أنه نستطيع أن نقول يساعد ذلك الشباب على التفكير في إمكانية بناء مشروع ثقافي اجتماعي. ونحن اليوم إذ نعود إلى مالك بن نبي، فعودتنا إلى مالك بن نبي ليست عودة عشوائية، وإنما هي عودة نرى في مالك بن نبي ومن خلال نصوصه وكتاباته المتعددة أنه أداة مرجعية وعلمية تساعدنا على مواجهة فضاءاتنا المفقودة على حد تعبير عبارة المفكر أو الفيلسوف الفرنسي جيل دولوس. إذا مالك بن نبي إجمالا هو القادر على أن يكون راهنا ورهانا وأمر نراهن به على إمكانية بناء هذا المشروع الثقافي الاجتماعي. مالك بن نبي كتب، ولكنه كتب للجميع ولا لأحد. معنى ذلك أنه كتب للجميع لكنه لم يكتب لأحد بعينه. ونحن اليوم إذ نروم قراءة نصوص مالك بن نبي نحن نعرف أن كل الأعمال تترك أثرا، لكن هذا الأثر له صنفان. هي قراءة ربما الصنف الأول من القراءة هي قراءة نحاول من خلالها أن نعزز ثقتنا بما نعرفه، أو أننا نروم من خلال هذه القراءة أننا نشتاق إلى ما نريد أن نجده. لكن الصنف الثاني من القراءة هو قراءة نحاول من خلالها تعليق الحكم فيما نعرفه، تعليق الحكم على اعتبار أن هذه القراءة تجعلنا نعيد المراجعة ونعيد النظر فيما عرفناه وفيما قرأناه. ولذلك نحاول من خلال القراءة أن نكتشف ما لم نكتشفه من قبل. إذن مالك بن نبي نستطيع من خلال المشروع الذي قدمه مالك بن نبي أن نلخصه بأنه مشروع يتلخص كله فيما عرفه نفسه بمشكلات الحضارة، أو وضع جميع مؤلفاته تحت عنوان مشكلات الحضارة. لديه العديد من المؤلفات، منها ما صدر باللغة الفرنسية ومنها ما صدر باللغة العربية. إذن نحن في هذه الجلسة الطيبة نحاول مع الأستاذ الدكتور شريف رضا، وهو أحد الباحثين الجزائريين الشباب، وهو أستاذ بجامعة الجزائر بالزريعة 2، متحصل على جائزة الفكر والحضارة في طبعتها الرابعة حول ابن باديس سنة 2008 من طرف المجلس الشعبي الولائي لمدينة قسنطينة، وكذلك نائب رئيس الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية فرع برج بوعريج والتي يترأسها الأستاذ بشير ربوح. هو عضو بمخبر البحث بالمدرسة العليا للأساتذة المهتم بالعولمة وقضايا العصر، مهتم كذلك بمسائل الفكر والنهضة في العرب الحديث والمعاصر. من مؤلفات
التي يتبعون يراهنون أن التقدم إلى الأمام يقتضي الرجوع إلى الخلف. أي خلف؟ الخلف معناها العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه وعهد الصحابة، أو الأخذ بما يسمى بالكتاب والسنة من أجل الإقلاع من جديد. كانت نظرتهم الاتكاء على الماضي للإقلاع نحو المستقبل. في الطرف الآخر الاتجاه الحداثي المعاصر كان يعتقد بأن المسألة على العكس، فهو يريد أن يقول إذا أردنا أن نتقدم علينا أن لا نعود إلى الخلف، وإنما نبدأ من الحاضر، لكن ليس حاضرنا نحن ولكن حاضر الغرب، وبالتالي حدث اشتباك وصراع وسجال فكري بين مدرستين معروفتين في تاريخ الفكر الإسلامي، الاتجاه الأصالي وما يعبر عنه بالأصالة، والاتجاه الحداثي أو ما يعبر عنه بالمعاصرة. وفي الاتجاه المعاصرة لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لأنها ليست في محل الندوة، وإنما أريد فقط أن أضعكم في إطار مسار التاريخي للنهضة العربية الإسلامية حتى أصل إلى مالك بن نبي. باعتبار فكر الأصالة كان ينادي بالعودة إلى الماضي، كان يعتقد أصحاب هؤلاء الذين تخرجوا من الزيتونة ومن القرويين ومن الأزهر الشريف كانوا يعتقدون أن التقدم الذي يدعو إليه أصحاب الأصالة أو المعاصرة هو تخلف. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا إلى أصولهم، والعكس عند أصحاب المعاصرة كانوا يعتقدون أن التقدم الذي يدعو إليه أنصار المعاصرة أو الأصالة هو تخلف، لأنهم يريدون العودة إلى الوراء. وقلنا في ظل هذا الصراع الحقيقي احتدم الصراع وظهرت تيارات فكرية هائلة أبانت عن تصورات هائلة تبحث كلها في أزمة واحدة وفي علة واحدة، هو مرض الذات العربية. وطرح السؤال الذي لا يزال مدونا إلى اليوم، هذا السؤال هو: لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ لماذا تأخر المسلمون وتقدم الآخرون؟ هذا السؤال المدوي الذي لا يزال يهز كياننا إلى اليوم هو في الحقيقة بالرغم من بساطته اللغوية، علاه تأخرنا نحن وتقدم الآخر، هو في بساطته اللغوية واضح، لكن إذا حللناه في مضامينه الفكرية نجده بأنه سؤال صعب تفكيكه وتحليله. والدليل على ذلك أنه أبان عن أطروحات كثيرة وتصورات مختلفة. من بين هذه التصورات جاءنا فيلسوف الحضارة وعبقري الحضارة مالك بن نبي كرجل وعلم من أعلام الجزائر ليدلي هو أيضا بدلوه في غمار سؤال النهضة، كما تحدث الكثير من المفكرين منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا. ومالك بن نبي تحدث وأشار إلى معطيات كثيرة. من خلال هذه المداخلة أحاول أن أقدم لكم المقاصد والمصطلحات المركزية التي تحدث عنها مالك بن نبي في فلسفة الحضارة. في الحقيقة قبل أن أحدثكم عن إشكالية النهضة عند مالك بن نبي بودي أن أشير إلى محطات هامة في حياة الرجل أختصرها. أولها التكوين العائلي. مالك بن نبي تكون في أسرة محافظة في مدينة قسنطينة، وهذه الأسرة المحافظة على تقاليدها وعاداتها وقيمها التي ساعدته في تكوين شخصيته. وقد تحدث في مذكراته عن دور جدته العجوز من أمه، كيف كانت تحدثه عن همجية الاستدمار الفرنسي، كيف دخل مدينة قسنطينة ونكل بأهلها وحاول أن يسلب مختلف الأشياء الثمينة التي ليست الأشياء المادية ولكن الأشياء الروحية التي يحوز عليها المجتمع الجزائري في تلك الفترة. وهذا ما حز في نفسية مالك بن نبي، وأشاره إلى أن جدته بحكاياتها التي كانت تتحدث إليه في صغره قد استدعاها أثناء الكبر، واعتبر بأن جدته قد ساهمت فعلا في تكوين شخصيته لأنه أخذ فكرة عن الاستعمار الفرنسي. هذا من جانب. من جانب آخر الوسط الاجتماعي الفرنسي،
مالك بن نبي سافر إلى فرنسا وعاش فيها مدة قرب عن 25 سنة، وتكون في مدرسة الدراسات الشرقية هناك. وتأثر مالك بن نبي بالحضارة الأوروبية وقارنها بالوضع العام الذي يعيشه المجتمع الجزائري خاصة والمجتمع الإسلامي على وجه العموم. لكن بودي أن أضع قوسين على كلمة تأثر. تأثر مالك بن نبي تأثر بالإيجاب، فهو لم ينبهر بالحضارة الغربية وببريئها، وإنما تأثر من خلال رؤيته تأثرا حاز في نفسه كيف أن هذه الحضارة أصبحت بهذا الشكل ونحن أصبحنا في وضع يعني لا نحسد عليه. وبالتالي فالمسألة هنا في تكوين مالك بن نبي أنه أيضا تأثر باتحاد الطلاب المسيحيين هناك، وحاول أن يجعل همزة وصل بين الطلاب المسيحيين وطلاب الوحدة الإسلامية في الحي اللاتيني بفرنسا من أجل إحداث نوع من التثاقف. وهنا تعرف على خديجة التي تزوجها فيما بعد وكانت مسيحية ثم دخلت إلى الإسلام. ويعترف ابن نبي أن هذه المرأة قد ساهمت في تكوين شخصيته العلمية والأدبية وغيرها في تكوين هذا الرجل. هذا من جهة. من جهة ثالثة، التكوين الثالث قلنا الأسرة ثم المجتمع الفرنسي الذي هاجر إليه مالك بن نبي. ثالثا القراءات. لو تقرأ لمالك بن نبي تجده إنسانا متشبعا بالثقافة العربية الإسلامية، لأن الرجل نهل من كتاب مقدس هو القرآن الكريم، وعلى غرار القرآن الكريم اقتبس مالك بن نبي أفكاره فيما يعرف بالظاهرة القرآنية التي على غرارها تحدث في كتابه عن ما يعرف بالتحليل النفسي والتحليل الاجتماعي والسرد التاريخي للقرآن الكريم. ولو نتحدث عن مالك بن نبي في هذا المجال لنجد أن فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي قد اقتبسها من القرآن الكريم ومن الآيات القرآنية التي حاول أن يستخدمها في إطار فكري نظري وتطبيقي في آن واحد، لأن الرجل كان لا يقول فقط وإنما كان يقول ليفعل. هذه القراءات قلنا أهم شيء ارتكز عليه فكر مالك بن نبي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى هذا فإن الرجل يذكر أنه تأثر كثيرا بكتاب مهم هو رسالة التوحيد لصاحبها الشيخ محمد عبده، باعتبار أن رسالة التوحيد في نظر مالك بن نبي تضم الكثير من الأفكار التي تعين على البعث النهضوي وإعطاء التصور الحقيقي للذات الإنسانية. فضلا عن هذا فإن مالك بن نبي لم يكن متقوقعا على الثقافة العربية الإسلامية فحسب، بل حاول أن يتطلع إلى أفكار في الفكر الغربي، فدرس لنيتشه الفيلسوف الألماني، ودرس لسبينوزا، ودرس لديكارت، وقرأ أيضا لمفكرين غربيين حاول من خلال دراساتهم أن يعطي تصورات نظرية فلسفية في فلسفة الحضارة. لكن قراءة مالك بن نبي لهؤلاء المفكرين الغربيين لم تكن قراءة استنساخية بقدر ما كانت قراءة نقدية تعبر عن وعي الرجل ونظرته الثاقبة لمسائل الفكر والحضارة. هذه المحطات البارزة هي التي ساهمت في تكوين شخصية مالك بن نبي الذي نعتبره فيلسوفا للحضارة والتقدم، الذي أبان عن أفكار حقيقية من أجل النهوض بالأمة العربية الإسلامية. هذه المحطات أود فقط يعني بإيجاز أن أقدمها حتى يكون الرجل في الوقع. فضلا عن هذا فإن مالك بن نبي عندما تحدث عن مشكلة النهضة أراد أن يقدم موقفا أو مشروعا نهضويا من خلاله يبحث عن الحلول الحقيقية لإخراج الذات العربية من أزمتها. السؤال الذي اخترته في هذه الإشكالية أو مجموعة من الأسئلة التي تدخل في نظام الإشكالية العامة: كيف كان تصور مالك بن نبي لمشروع النهضة؟ ما طبيعة القراءة التي يقترحها علينا مالك بن نبي؟ ما هي أسباب الفشل والانحطاط؟ وما هي عوامل التقدم والازدهار والنهوض التي يقترحها علينا المفكر؟
الفلسفة النهضة لدى ابن نبي استطاعت أن تتجاوز القراءات التي سبقتها وليست خلقة في الإنسان العربي المسلم، لأن هناك من يتعنت من المفكرين الغربيين مثل المفكر مينوني عندما يعتقد أن مركب التبعية، نسميه مركب التبعية، أنه خلقة في الإنسان ابن المستعمر. هذا مينوني دار دراسة على الشعب الملغاشي وقال بأن القابلية أو التبعية، قابلية التبعية أو مركب التبعية، هذا هو شيء موجود في الإنسان ابن المستعمرات. وحجته في ذلك في قراءة الأنثروبولوجية اعتبر بأن الطفل في المستعمرات يأخذ هذه التبعية من أبيه وأمه، من الوالدين، فيمشي مع ما يقترحه وما يوظفه الوالدين داخل الأسرة، فتنشأ له فكرة التبعية، وبمرور الزمن تصبح مركب للتبعية، يعني تكبر تولي له عقدة بأنه لا بد أن يبقى تابعا لوالديه. ثم بعد ذلك الاستعمار وجد هذه العقدة موجودة في أبناء المستعمرات، على عكس الطفل الأوروبي في نظر مينوني بأنه إنسان متحرر منذ الصغر، فهو يختار طريق الضياع على أن يبتعد عن اتباع والديه. هذه القراءة يرفضها مالك بن نبي، ويعتبر بأن القابلية للاستعمار ليست لها علاقة بالجانب الفطري في الإنسان، بقدر ما هي حالة نفسية يمكن أن تزول بزوال أسبابها. إذا ما هي أسباب القابلية للاستعمار عند مالك بن نبي؟ على خلقة القابلية للاستعمار في نفسية الإنسان العربي المسلم على وجه العموم والإنسان المتخلف في العالم ككل. في نظر مالك بن نبي القابلية للاستعمار سببها هو الأفكار الميتة، يسميها مالك بن نبي الأفكار الميتة. اسمعوا معي جيدا كيف يعرف مالك بن نبي الأفكار الميتة. الأفكار الميتة يا جماعة هي سبب وجود القابلية للاستعمار عند الإنسان العربي المسلم والإنسان المتخلف بوجه عام. كيف يعرف الأفكار الميتة؟ فكرة خذلت أصولها وانحرفت عن نموذجها المثالي ولم يعد لها جذور في محيط ثقافتها الأصلي. هذه هي الفكرة الميتة. الفكرة الميتة في الأصل كانت حية ثم فقدت روحها، بمعنى أنها، وهنا يقصد مالك بن نبي عنده قصد، أنها فقدت روحها الدينية، روحها الأخلاقية، في العادات، في التقاليد، في القيم، في السياسة، في التربية، في الاقتصاد. المجتمع العربي المسلم تسيره أفكار ميتة، وبالتالي هذه الأفكار الميتة في نظر مالك بن نبي استحوذت على الذات، فأصبحت هذه الذات لا تشعر بأي خطر خارجي لأنها أصبحت مهيئة لكل شيء. فالإنسان الميت لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن أن يتطور، وهذا هو حال الإنسان العربي المسلم في نظر مالك بن نبي لما استحوذت عليه هذه الأفكار الميتة التي هي إرث اجتماعي، هي إرث اجتماعي خلق في ثقافتنا العربية الإسلامية، ولما انفصلت الأفكار الحية عن أصلها وجذورها وحقيقتها الدينية والأخلاقية صارت أفكارا ميتة، فانتقل ثراء هذه الأفكار الميتة إلى عقل هذا الإنسان فأصبح ميتا لا حركة فيه. والمجتمع الميت لا يمكن أن يرفض شيئا باعتبار أنه ينتظر من يحييه مرة أخرى. في مقابل الأفكار الميتة هناك أفكار أخرى يسميها مالك بن نبي الأفكار المميتة، وهناك فرق بين الفكرة الميتة والفكرة المميتة. ما هي الأفكار المميتة؟ الأفكار المميتة هي التي استوردناها من خارج ثقافتنا، بمعنى أنها الأفكار التي دخلت من ثقافات أخرى وبالخصوص الثقافة الأوروبية في المأكل والملبس والثقافة، سواء كانت ثقافة شعبوية أو كانت ثقافة عالمة، سواء كان في العلم أو في السياسة أو في الاقتصاد وغيرها. استوردنا هذه الأفكار وهي إن كانت صالحة في مكانها فهي لا تصلح
في ثقافتنا، لأن المسألة قائمة على تهيئة المفاهيم. فأنت إذا انقلت مثلا على وجه المثال حتى أبسط الفكرة، إذا انقلت نبتة من مكان استوائي وجبت المكان جاف فسوف تقضي على هذه النبتة لأنها ليست في محيطها. كذلك الأمر، كاين أفكار نستوردوها من ثقافة خارجية، وهذه الأفكار وإن كانت صالحة في مكانها فإنها لا تصلح لنا، لأنها لا تتأقلم أو لا تتواءم مع معطياتنا وخصوصياتنا وثقافتنا إلى غير ذلك. الآن هذه الأفكار الميتة تقابلها أو وجدت الأفكار مميتة، وجدت أفكار ميتة. هنا البليد مجتمع ميت، مجتمع فيه أفكار ميتة، مجتمع منحط، ودخلت عليه أفكار مميتة، يعني أنها أفكار لا تزال تعمل فعلها. إذا حللناها من الناحية اللغوية كلمة ميت توقف، لكن من الناحية اللغوية كلمة مميت لا يزال يعمل فعله. وبالتالي هذه الأفكار التي نستوردها هي أفكار أضافت وباء حقيقيا إلى الذات العربية الإسلامية. وهنا أريد أن أضع فاصلة مهمة. مالك بن نبي بدأ بالقابلية للاستعمار والذي حدد لها سببها وهو الأفكار الميتة، ثم تحدث عن الأفكار المميتة. نحن الآن أمام أفكار ميتة وأفكار مميتة وذات منهارة. الآن أين هو الاستعمار؟ الكثير من القراءات تشير بالبنان إلى أن الاستعمار هو سبب تخلفنا، وهنا تحدث المفارقة عند مالك بن نبي. مالك بن نبي هو الوحيد الذي لم يتهم الاستعمار مباشرة، وهنا يظهر البعد الفكري عند مالك بن نبي. كثيرا ما نتهم الاستعمار بأنه سبب تخلفنا وسبب تراجعنا، وكلما نطرح سؤالا نضع عليه ما تقدمناش فنقول الاستعمار جهلنا، الاستعمار جوعنا، الاستعمار قتل فينا كذا، الاستعمار قضى على كتبنا، الكذا، كل دائما نحمل الاستعمار. فعلا الاستعمار فعل كل هذه الجرائم وفعل أكثر، ومالك بن نبي في حد ذاته يعترف بأن الاستعمار أكبر خراب أصاب التاريخ وأصاب الإنسانية. لكن تحليل ابن نبي كان تحليلا عميقا وليس تحليلا سطحيا. مالك بن نبي قال بأن الاستعمار يتحمل مسؤولية، لكن هذه المسؤولية هيئت له من طرف الذات العربية أو الإنسان العربي المسلم. فلولا وجود قابلية للاستعمار لما استطاع الاستعمار أن يفرض منطقه ويفرض قوته ويتهجم علينا بكل الوسائل من أجل القضاء على هويتنا وحضارتنا وقيمنا. لا تفهموني خطأ وتعتبروا أن مالك بن نبي لا يتهم الاستعمار أبدا. قلنا مالك بن نبي يضع منطقا تحليليا للفكرة، فهو لا يريد أن يقول كفانا من اتهام الاستعمار مباشرة، لا بد من تحويل النظرة إلى ذواتنا. فالعيب فينا أننا مدحنا فرصة لهذا الاستعمار، وهذا أبدا لا يغطي جرائمه. وقلنا مالك بن نبي يذكر هذه الحقائق. إن الاستعمار، هذا كلام مالك بن نبي، إن الاستعمار هو أفظع تخريب أصاب التاريخ، مالك بن نبي. ويقول أيضا إن الاستعمار هو مرحلة من مراحل التطور الإنساني قد فات أوانها، فكل محاولة لإطالتها أو تكرارها تأخر وعودة إلى الماضي، ويصير الاستعمار يقاسم مصير اختراعا استنفذ أغراضه. هذه النظرة التي ينظر بها مالك بن نبي الاستعمار هي أكيد قلنا أن مالك بن نبي هو من قيلة الكبار وإنسان غير عادي، فجدته قلنا ناقشت في ذاكرته فكرة الاستعمار، وهو عايشها لأنه حتى هو عايش الاستعمار التقليدي في الجزائر، وبالتالي فهو يعتبر أن الاستعمار يعتبر سببا عاملا خارجيا، لكن هيئت له ظروف داخلية وهي فكرة القابلية للاستعمار. إذن هناك مسألة أسبقية في التحليل حتى يخرج مالك بن نبي عن الاتهام المباشر للاستعمار، وهذا كرد فعل التيارات الفكرية التي روجت إلى أنه بمجرد ما نتحدث عن سبب تخلفنا قال
الاستعمار كفانا. نحن في الجزائر عندنا 50 سنة استقلال، هذا الاستعمار لا يزال في بلادنا على سبيل المثال فقط. فمالك بن نبي فطن إلى حد النهاية في أنه يفكر بطريقة علمية منطقية في مسألة الأسبقية بين الطالبية للاستعمار وفكرة الاستعمار. إذا ملخص هذا أفكار ميتة استقطبت أفكار مميتة. الزاج السلبي بالإسلام. لا أحد ينكر أن الإسلام دينا شريعة وعقيدة يعتبر مقوما من مقومات الحضارة، ولولا الإسلام لما أمكن لأجدادنا وأسلافنا من أول معلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دولة ومدينة ومدنية وحضارة بالشكل الذي كنا أو يعني نسمعه إلى اليوم. فالإسلام في حقيقة الأمر هو حقيقة ثابتة في شرائعه وفي مدنيته وفي تعامله مع الآخرين إلى غير ذلك. لكن المشكلة عند مالك بن نبي أننا نعتز بالإسلام اعتزازا في غير محله. شاع عندنا القياس الأرسطي المعروف، إذا الإسلام دين كامل، الإسلام دين كامل ونحن مسلمون، النتيجة ما هي؟ إذا نحن كاملون بالقياس الأرسطي. المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى يعني يسمحوا لي. لازم تجد الشيء مقدمتين المجابتين فقط الجزئية. المهم يعني من الناحية المنطقية القياس العام، أنا أريد أن أقول أننا نتحدث أن الإسلام دين كامل ونحن ننتمي إلى هذا الإسلام، إذا النتيجة أننا كاملون. وهذا القياس في نظر مالك بن نبي هو قياس فيه مغالطة شديدة، باعتبار أننا نعتز بالإسلام لكن لا نمتثل إلى تعاليم هذا الإسلام. فالإنسان الذي يعتقد في نفسه الكمال كما يتصور مالك بن نبي، هذا سبب حقيقي. أنت إذا كنت مسلم وتعتقد في نفسك الكمال فإنك لا تبادر إلى التطور والتحول، لأنك تعتقد في نفسك أنك تمثل الكمال. يعني إذا قلت بأن هذا الشيء لا يمكن أن نضيف إليه تطورا جديدا فستظل هذه القارورة كما هي إلى الأبد. وكذلك بالنسبة للإنسان المسلم، إذا كان يعتقد بأنه ينتمي إلى دين كامل ومتكامل فإنه لا يبادر بتطوير نفسه وتطوير آلياته وشروط حياته لأن الزمن غير متوقف. فنحن ننتمي إلى التاريخ، والتاريخ فيه زمن والزمن فيه حرارة، وإذا كنا نحن لا نتحرك فلا يمكن أن نتطور داخل التاريخ. هذه الحقيقة يعتبرها مالك بن نبي سببا حقيقيا من أسباب انحطاط العالم العربي والإسلامي. فالاعتزاز الذي يكون في غير محله هو الذي أدى بنا إلى هذا الانحطاط والتراجع الرهيب الذي نشهده في جميع ميادين الحياة. إذا كنت تعتز بالإسلام فلا بد أن تعتز به من خلال ممارسته ومن خلال تطبيق تعاليمه. أما الاعتزاز به بمجرد اللفظ فهذا سبب وعامل حقيقي من عوامل الانهيار الذي نعيشه إلى اليوم. أيضا هناك سبب آخر من أسباب الانحطاط في نظر مالك بن نبي، وهو سبب مهم: انحلال الفكر. اسمعوا معي مليح يا جماعة. انحلال الفكر وطغيان الأشياء والأشخاص. في نظر مالك بن نبي أي مجتمع فيه ثلاث عوالم: عالم الأفكار، عالم الأشخاص، وعالم الأشياء. عالم الأفكار أولا هو جملة التصورات النظرية التي تنظر السياسة في أي دولتين: منظرين السياسة، منظرين الاجتماع، منظرين في الجانب النفسي، منظرين في الجانب الاقتصادي. هذه الأفكار في نظر مالك بن نبي تعيش ورطة حقيقية. فعالم الأفكار في المجتمعات العربية الإسلامية أفكار رديئة، أفكار غلبت عليها ما تطرقنا إليه سابقا، الأفكار الميت. يعني أن الذي ينظر للسياسة والذي ينظر للاقتصاد والذي ينظر للثقافة لا يملك
الأفكار الروحية أو الأفكار الحية التي تهيكل فيما بعد على أرض الواقع. فعالم الأفكار طغت عليه النظرة الإيديولوجية، فعالمنا العربي مليء بالأفكار الإيديولوجية، صراع بين طرف وطرف آخر، صراع بين القطرية والقومية والعلمانية والأصولية وغيرها. هذه الشعارات وهذه الأفكار التي أصبحت رائجة في العالم العربي الإسلامي. أما الأفكار الحية التي توقظ المجتمع فأصبحت مطوية ومنسية. فعالم الأفكار في نظر مالك بن نبي عالم موبوء وعالم فاشل، يعني أن الذي يفكر لا يفكر بجدية،